الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أيها الإخوة الأحبة الكرام، تكملة لما بدأناه من حديث ووصلا بما سبق تحت عنوان قول ربنا تبارك وتعالى: إن الله يحب المحسنين. كنا قد توعدنا أن نتحدث عن نماذج من الصدقات الجارية والأوقاف، نظرا لما في هذه الأنواع من الصدقات من حسنات كثيرة وأجر عظيم من قبل المولى تبارك وتعالى. فالمولى تبارك وتعالى ضمن لعباده المؤمنين استمرار عملهم وتواصل أجرهم من بعد مماتهم، عملا بقوله تبارك وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ولعل سائلا يسأل: ما هي النماذج وما هي الأنواع التي يمكن أن نتقرب بها إلى المولى تبارك وتعالى من هذه الصدقات؟ ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليترك السائل بلا إجابة، فقد أجاب رسولنا صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال في إجابة تفصيلية واضحة شافية، إذ يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الإمام ابن ماجه: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره. العلم بما يحويه من مؤسسات وأوعية تعلم الناس العلم كالمعاهد والمدارس والكتاتيب والجامعات. من ساهم في بناء هذه المؤسسات التي تكون بمثابة أوعية للعلم يضمن له المولى تبارك وتعالى استمرار أجره ودوام عمله في وصل ما بين الحياة والممات على طريق طاعة المولى تبارك وتعالى، حتى أن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح المشهور: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به. ومن هنا من بنى أو ساهم في بناء مدرسة أو في بناء كتاب أو في بناء معهد من المعاهد أو في بناء جامعة من الجامعات يكتب له المولى تبارك وتعالى هذا الأجر. ولعل المثال الأبرز الأوضح في التاريخ المعاصر هو جامعة القاهرة والإسكندرية، إذ أن هاتين الجامعتين عندما بنيتا في عهد النظام الملكي بنيت هاتان الجامعتان على أراضي أوقفها محسنون من المسلمين المصريين، طلبا لثواب نشر العلم، فضله وثوابه وأجره من قبل المولى تبارك وتعالى. ولعلك أيها الأخ الكريم إذا تجولت في ربوع مصر في مدنها وقراها وشاهدت المعاهد الأزهرية وجدت أن معظمها بناه مسلمون محسنون طلبا لثواب نشر العلم وطلبا لثواب كفالة طلبة العلم والعلماء. فيكون النموذج الأول من الصدقات الجارية والأوقاف التي يتحقق بها الثواب الدائم المستمر علما علمه ونشره.